حبايب قلب زوزو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا عايزه اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو لسه كده اول مره بتشوفيني، انا زوزو. بعمل بقى كده معاكي روتينات وصفات فلوجات، اي حاجه كده موجوده في البيت بنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه على قد الايد كده. فطبعا بقى قبل ما نبدأ فيديو النهاردة كده، تعالوا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبما ان هو روتين، تعالوا نقول الدعاء الحلو بتاعنا ده. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. بص بقى يا ست الحبايب، طبعا بحب ارحب بكل حبايب قلبي الجداد اللي بيدخلوا معايا القناة. انتوا على راسي وشرف لي ان انتوا تكونوا موجودين معايا. طبعا القناة دي مش هتكون حاجة غير بيكو. ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويساعدكم ويخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. معلش بقى كنت مترددة ان انا انزل فيديو، فمش عارفة اصلا هنزل معاكم فيديوهات تاني امتى. بس قلت كده اديكم طاقة ايجابية بما ان هو الفيديو موجود معايا وتعبت فيه قوي، فقلت انزله معاكم. فحبيبة قلبي بقى، الروتين ده يعتبر كان يوم الخميس والجمعة انا كنت مصوره معاكم. فعبال بقى ما منتشتر انه طبعا انا تعبت اليومين اللي فاتوا دول يعني جامد، فقلت ايه انزله معاكم. طبعا بقى المواعين بتاعت الالومنيا كنت غسلاها معاكم في لايف وقايله لكم نلمعها ازاي ونخليها زي الفل كده. و هنستف الدنيا مكانها. وكمان كان اليوم ده احنا بيبقى عندنا يوم الخميس ده يوم سوق، فاللي هو ايه جيت من السوق بقى. طبعا صحيت الصبح الاول بدري، مشيت ابني على مدرسته ابن الصغير ورحت كده السوق بقى، اتسوقت وجيت. الصراحة كنت سايبة شوية مواعين في الحوض كده، يعني ايه حاجات بسيطة يعني زي ما انتوا شايفين. فايه قلت اشطبها الاول علشان انا عندي يعني بحط الفاكهة لازم احطها مغسولة، والخضار بحطه مغسول كده في التلاجة. تمام. فاللي هو ايه غسلت كل حاجة زي ما انتوا هتشوفوا. كنت جايبة سمك كده، ده اسمه سمك مكرونة، انتوا عندكم بتقولوا على ايه مش عارفة، مكاريل او حاجة زي كده، او له اسامي تانية بقى فمش عارفة. المهم جبته كده وغسلته وقطعته ونقعته بشوية ملح وليمون ومعلقة خل صغيرة قوي قوي، يعني ما مش بكتر على السمك خل. وكمان حطيت عليه تتبيلة من تتبيلة السمك اللي هي التوم بالكزبرة بالحاجات دي اللي انا بحطها في التلاجة. حطيت عليه شوية كده وسبته يتنقع عشان انا احمره وهعمل طبق سلطة ورز ابيض وخلاص على كده. اليوم ده طبعا كان عندي بالنسبة لي انا كان يوم طويل ومرهق قوي، عشان كده يعني ايه قلت اعمل اي اكل سريع. فاللي هو طبعا السمك ده له اكتر من وصفة واكتر من طريقة، بس طبعا انا حبيت استسهل يعني لان كان عندي شغل كتير قوي في اليوم ده. عايزة اقول لكم اصعب حاجة على الواحدة فينا لما تقعدي تعملي كده وتشتغلي وتعملي اي حاجة وفي الاخر متلاقيش حد كده يقولك كلمة حلوة او يكبر بخاطرك او حسسك ان انت تعبتي. ممكن نعمل كل حاجة في الدنيا، نهد الدنيا كده، بس لما بنلاقي تشجيع صدقوني بتبقى يعني بيبقى لها شكل تاني وبتبقى حاسة احساس تاني خالص. فساعات يعني الواحد فينا بيحس كده ان هو محتاج كلمة حلوة من حد او تشجيع من حد، وللأسف ما بيلاقوهوش، فبيبقى حاسس ان هو بقى كل حاجة عليه او كل شغل هو بيعمله عبء عليه. كنت جايبة طماطم بقى للصلصة، فالطماطم طبعا دلوقتي رخيصة جدا، هي هتغلى بعد كده. ف الطماطم بقى كانت ايه، كانت هي ب6 جنيه وب7 جنيه. انا جبتها بتاعت الصلصة دي جبتها ب5 جنيه بس. جبت كام وزنة، 3، كل وزنة 2 كيلو او 3 كيلو، مش فاكرة والله يعني صراحة، يعني ذاكرة الايام دي مش مظبوطة خالص. المهم جبت وزنتين كده قلت اعملهم صلصة. انا طبعا خزنت الطماطم بتاعتي يعني الحمد لله مش كتير، بس ايه بقدر الامكان لان انا ما عنديش مكان. فاللي هو ايه يعني على قد كده الحمد لله يعتبر هتكفيني وكل حاجة ان شاء الله بفضل الله. وقلت دي بقى اعملها ايه اللي هي الطماطم تكفيني يعني مثلا تبقى صلصة في التلاجة من تحت.
تمام. غسلت ما غسلتهاش، حطيت عليها الاول كده شويه خل ونقعتها في شويه ميه وسبتها، وغسلت الخضار بتاعي كله زي ما انتوا شايفين. لو في خضار بيتنقع بنقعه كده بشويه خل واحطه في شويه ميه واسيبه حوالي 10 دقايق على ما الف لفه كده في المطبخ، يكون كل حاجه يعني ايه اتنقعت واتظبطت معايا. تمام. المهم الطماطم دي اسمها بلح. احنا عندنا في طماطم حاجه اسمها مدوره وحاجه بلح. الطماطم دي طبعا كان فيها كتير اصفر، يعني نقيت منها كتير للسلطه او اللي انا هسيبها يعني عندي تحمر. عندي ساعات بسيبها كده بره التلاجة في طبق بتحمر معايا وبتبقى موجودة وكل حاجة. اما اللي هي بقى مستوية خالص او طيبة بحطها كده واسويها زي ما انتوا شايفين. حطيتها كده في حلة او في حاجة على النار، وسبت الواحدة بوحدتها كده، وهغلفها بورق فويل او لو عندك غطا على قد الحلة بقى اغطيها وهتسيبيها. محطتش عليها غير ربع كوباية مية بس عشان ايه ما تتحرقش من تحت، عبال ما الطماطم كده تستوي وتنزل المية اللي فيها. طبعا هي تنزل كل المية اللي موجودة فيها. خلاص كده اول ما تيجي تستوي بقى واحس ان هي هتستوي آه طبعا تغطي عليها كويس عشان تنزل ميتها. وجيت هنا بقى ايه، طبعا صفيت المواعين. كل ده انا ببقى عاملاه معاكم على فكرة في فيديوهات، وببقى عاملاه معاكم في لايفات. فاللي هو الحمد لله، ربنا يدينا الصحة وطولة العمر ونعمل كل حاجة حلوة في الدنيا. الطماطم بقى بدأت تستوي معايا. عايزة اقول لكم ان انا كنت مغلفاها بورق فويل خالص، فالورق الفويل بقى لقيته نزل ميه كتير قوي على البوتاجاز، فمش مشكلة، المهم ان تبقى حاجتنا تمام. في اليوم ده طبعا كان عندي غسيل كتير، فيوم الجمعة برضو هعمل محشي وهفتح معاكم لايف. فالمهم قلت لا ما بداش بقى. جيت كده العصر لقيت نفسي الدنيا تمام. او مش العصر والله، انا وانا بشتغل اصلا رحت مشغله الغسالة كده على الغسيل، وقلت ايه يعني شو ايدي هنا وايدي هنا كده نخلص كل حاجة ورانا. وعشان طبعا هدوم الولاد دول طبعا الغسيل ملوش ذنب بده كله. انا كان عندي كمية غسيل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. كنت مخرجة بقى البطاية كده من الفريزر عشان اعمل لها تتبيلة حلوة. المهم قطعت لها كده بصلتين، ضربتهم ضرب ناعم في الكبة، وحطيت عليهم حفنة كده من الزبيب، او مش عايزة تحطي بلاش فبراحتك يعني. المهم قطعتهم كده وشوية ملح شوية فلفل اسود شوية بهارات، كل التوابل اللي عندك، بس ما تكتريش بكمية صغيرة عشان البطة ده تتسلق في الشوربة. لو انت محتاجة الشوربة لو انت كترت كمية البهارات هتلاقي الشوربة بتاعتك لونها اغمقت قوي وبقت مش تمام معاك. فحبيبة قلبي حطي بس ايه حاجات يعني صغيرة كده بحيث ان هي تتبل وكل حاجة وريحة الزفارة تروح، وفي نفس الوقت ما تغمقلكيش الشوربة بتاعته. طبعا ده كله كنت محضرة معاكم، وكنت هقفل وهخلص وهفتح معاكم لايف نعمل كل الحاجات دي. تمام. غسلت بقى الرز بتاع المحشي وصفيته وقطعت الخضرة وسلقت الكرنب وقطعت الورق وعملت كل حاجة معاكم. قفلت وفتحت لايف وعملت معاكم الاكل وسويت الصلصة وطبخت البطة الحلوة دي وحمرتها كده تحت الشواية. وكمان طبخت الكوسة وحمرت برضو وشها تحت الشواية. وده كان شكل الاكل بعد ما خلصته. بما ان بقى فيه محشي وكده كمية مواعين بسم الله ما شاء الله، اكيد انتوا كنتوا حاضرين معايا وشايفين كل كمية المواعين دي اللي انا تعبت فيها قد ايه. بعدها بقى طبعا ده تاني يوم عشان ما كنتش بكذب عليكم، كنت بقى تعبت وكان في اليوم ده بقى يبقى عندي بواقي اكل. فاللي هو ريحت، فضلت مثلا فطرت الولاد وريحت شوية كده وعبال ما استرديت قوتي تاني يعني. وقلت ايه او ما اكمل معاكم. والله العظيم انا لو ما بصور ولو وعداكم تنظيفات والحاجات دي انا ما كنتش عملت اي حاجة ولا كنت نزلت حاجة اصلا. بس بقى ايه، ساعات الواحد لما بيكون موده مش حلو ما بيبقاش عايز ينزل اي حاجة ولا يصور ولا يمنتج ولا يعمل اي حاجة. مش طالبة منكم غير ان انتوا تدعولي ان ربنا يصلح حالي كده يعني ايه يعوض صبر خير ان شاء الله. المهم بقى دي
الترابيزه بتاع التلفزيون. طبعا زي ما انتوا عارفين انا كنست الارض وطلعت كميه تراب منها كتير جدا لان كنت شايله الفرش بتاعها. فطبعا كل كميه التراب دي اللي بتبقى في الجو بتترتب او بتتراكم على بقى اللي هي اي حاجه، الاساس الخشب، النيش، اي حاجه الخشب اللي موجود. كل ما بكنس طالما الارض مش مفروشه التراب بيطلع كده وبيثبت على اي حاجه. فاللي هو اول ما بغطي الارض او بفرش بقى الارض ببدأ ألمع كل حاجة موجودة في الشقة زي ما انتوا شايفين اكيد يعني واضح، وهتشوفوا دلوقتي كمية التراب اللي في المكتبة. ده مكتبة التلفزيون، موجود فيها كمية تراب كده بسم الله ما شاء الله، لان هي اولا مفيش فيها حاجة، انا شلت كل حاجة غسلتها وكنت عيناها. وكمان كل ما بكنس بقى الخشب طبعا بيبقى لونه غامق فمبين التراب اكتر. وكل ما بكنس التراب بيبقى متطاير طبعا في الشقة كلها. فاللي هو بيبقى موجود يعني على اي اساس، على الاساس او على اي حاجة عامة موجودة عندي في الشقة. فاللي هو دايما ايدي بقى في الحاجة، ولو غفلت عنها شوية كده بسم الله ما شاء الله يعني تلاقوا الشكل مش حلو خالص ويديكي طاقة كده سلبية. المهم بقى حبيبة قلبي، لمعت الفرش، ما حطيتش مادة سايلة خالص، يعني الحاجات الرغاوي او اريال او حاجة سايلة لا بترغي يعني معنى كلامي. لا حطيت حبة مية وحبة معطر بس، عشان طبعا لو غسلت بحاجة فيها رغاوي هقعد بقى امسح وارجع تاني عايزة حاجة تانية المع ومش عارفة لا. انا حبة مية بمعطر بس، مسحت التراب وبفوطة نظيفة ونشفت المية من على الخشب تاني، يعني بحيث ان انا لمعه ما يبقاش عامل تصيره مكانه كده او في برقعة او حاجة في الخشب. خلاص خلصت بقى وفرشت الفرش بتاع المكتبة اللي هي مش عارفة انتوا بتقولوا عليه الدلايات دي يعني. ورصيت بقى الحاجات اللي هي الانتيكات يعني القديمة اللي على قد حالها دي، بس الحمد لله هي عاجبة الدنيا يعني ومشيه العمل الحمد لله. المهم حبيبتي بقى هنا بقى طبعا برضو النيش زي ما قلتلكوا هلمع كل حاجة. فالنيش بقى كده جبت برضو سبونشة بقى وجبت شوية اريال في المية وشوية معطر ودعكت الازاز دعكة كده مظبوطة، ولمعت الخشب برضو تلميعة حلوة كده علشان طبعا هو مليان تراب بكمية رهيبة لان هو اللي في الصالة ويعني في فتحة الباب ومش عارفة فدايما بقى ايدي فيه كده اللي هو بلمعه. طبعا ما فتحتش الظرف بتاعة النيش ولا لمعتها من جوه ولا غسلت الحاجات اللي فيها. اي نعم النيش مقفول، بس عايزه اقول لكم فيه كميه تراب على الكوبايات وعلى الاطباق وعلى كل حاجه كده بطريقه يعني وحشه. فان شاء الله بقى دي لو كان لنا عمر نبقى نعمله ان شاء الله في تنظيفة العيد ونغسل بقى ان شاء الله كل حاجه موجوده في قلبه. المهم بقى لما غسلت الازاز حلو قوي جبت المساحه الصغيره بتاعه الازاز دي. عايزه اقول لكم هي عجبتني وما عجبتنيش. عجبتني بتنزل المية وكل حاجة، بس ما عجبتنيش لاني انا ما عنديش بلاط وانا بلمع او بغسل وانا فرشة الارض اصلا، فهي كده بتنزل المية فبتنزل تحت على الارض. انا كنت فرشة حاجة كده تحت النيش على طول علشان اي حاجة تنزل منها تنزل عليها المية، تنزل عليها. هي بتنزل طبعا نقط مية كتير لان انا بشد كل المية اللي انا حطيتها. انت عندك بقى يا حبيبة قلبي بلاط والدنيا ظابطة معاكي هتشتغلي بيها هتنزلك المية، طبعا انت هتسيقيها وهتمسحيها. خلاص انا متعودة ان انا اي حاجة بتطلع يعني مش مظبوطة معايا او فيها مثلا حاجة معينة بحب اقولك او اعرفك هي فادتني او ما فادتنيش. خلاص لمعت بقى الازاز الظرف بتاعة النيش وكمان الخشب ولمعت كل حاجة موجودة. وزي ما انتوا شايفين الازاز بقى بيلمع، وكمان على فكرة فتحته من جوه ولمعته، مش الاطباق والحاجات لأ، الازاز ذات نفسه لمحته من جوه. هنا بقى كده دي الجزامة دي برضو مسكتها كده لمعتها تلميع حلو عشان برضو ما يبقاش عليها كمية تراب او حاجة وحشة خالص. فلمعتها تلميعة مظبوطة كده ونضفت الدنيا. وكان في ايدي بقى كده حتة فوطة صغيرة اي مية تنزل اروح
مسحاها في الفوطة عشان يعني ما توقعش وتبهدل الدنيا على الارض. خلاص. هي اولا مساحة جميلة قوي في حكاية ان هي ايه، بتخليلك الازاز كده مفيش فيه حاجة، او تمسحيه بجورنال بقى، فاهمين انتوا الجو بتاع زمان ده، او منديل او حاجات من دي يعني. لا هي جميلة الصراحة. وخلصت بقى كده وظبطت الدنيا ورحت ايه على اوضه النوم، لانها طبعا ما كانتش اتفرشت برضو. مسكت مسكت البلكونات الاول، نفضتها حلو جدا، ورحت منفضه السور بتاع البلكونه. وكان اليوم ده وحش، ما كانش فيه شمس ولا اي حاجه، وكنت خايفه الجو يمطر. بس ايه، انا قلت اطلعهم بس كده في البلكونه شويه، في البلكونه شويه علشان عبال ما اروق بس الفرشه وافرش السرير وازعف السقف وكده، واكون خلصت. طبعا بقى انا عملت معاكم فيديوهات قبل كده، وروقنا الدولاب من جوه ونظمنا كل حاجه، وكمان ادراج التسريحه وادراج الدولاب المقفوله، كل حاجه ما كانش في اي حاجه. وطبعا انا مسكت فوق ظهر الدولاب برضو، نضفته ورصيت كل حاجه عليه، الشنط او الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها فوق الدولاب. وزعفت السقف حلو جدا، مش محتاجه اعمل غير كده. وطبعا شايله فرشه الارض منضفاها وغسلاها. وخلصت بقى و سبت الملاية ده على السرير عشان على ما اخلص كل حاجة اشيلها، مفيش حاجة تنزل على المراتب يعني. تمام. الستاير بقى كنا غسلينها برضو مع بعض. ركبت الستاير بقى كده وحطيتها، وقلت علقها بقى. طبعا اسفة على شكل الحيطة يعني لو مش مناسبكم، بس ايه يعني زي ما قلتلكوا، هي دي حياتي وهي دي عشتي. خلاص. المهم بقى ايه، في الستارة عايزة اقول لكم ان انا ركبت واحدة قبل كده، ولقيتها تبقى صغيرة، وانا كنت بقول يعني كل اللون يبقى ابيض زي بعضه. بس الحتة الستارة دي كانت مترين بس، حتة صغيرة كده. فالستارة اللي هي دي بقى دي بتاعته اصلا، اللي انا كنت عاملاها ورا السرير. فقلت لا، شلتها تاني ورحت ايه مركبة الستارة اللي هي دي. قلت مش مشكلة، هو يبقى فيه يعني الوان كتير، بس ما علينا، المهم انها تبقى ايه مغطية شكل الحيطة، عشان شكل الحيطة يعني مش تمام، تبقى مغطية ورا السرير وبتديني شكل حلو ايه للأوضة. خلاص. ظبطت الدنيا بقى وركبت طبعا الستارة كده، بركبها بايدي المقشة، عشان بدل ما اجيب السلم بقى واقعد احط فوق وانزل واطلع. طريقة سهلة يعني وبسيطة. وبحطها بقى ورا ظهر السرير. انا مخليه السرير مش لازق في الحيطة قوي، عشان الحركة دي مش كل ما اجي اعمل طبعا ما اقدرش اشد لوحدي. هنا بقى ايه الستارة بتاعت البلكونة. انا اسفة على التصوير يا جماعة، لان اليوم ده انا كنت الصراحة مش عارفة انا بصور فيه ازاي اصلا، فاعذروني يعني لو التصوير مش قد كده، يعني على حسب ما هو يطلع لكم بقى، ممكن تتقبلوه او لا. المهم ركبت كمان الستارة بتاعت اللي ورا بتاع اللي هي البلكونة اللي ورا، اللي على شباك البلكونة دي، ركبتها. وقلت بقى اطلع ايه مفرش جديد، يعني مش جديد، هو المفرش القطيفة ده كان عندي، بس يعني ايه ما ببقاش افرشه كتير يعني عامة. ببقى اخلي كل جديد وغالي لما يبقى جوزي موجود. فقلت بقى افرشه، مش مشكلة يعني، نفرح بيه شوية وبعدين نبقى نشيله نغسله ونعينه تاني. طبعا بقى انا هفرشه كده، فقلت بقى خلاص، شلت الملاية اللي كانت على السرير ونفضت بقى السرير تنفيضة حلوة كده. طبعا ما كانش في حاجة في الأوضة يعني تراب كتير، لأن أنا كنت منضفاها معاكم من قريب. بس ايه كل حاجة بقى بتبقى مركبة كده مش في مكانها. فقلت ايه انظم الدنيا وافرش حاجة جديدة ونلمع بقى الخشب، كل حاجة كده ايه تبقى شكلها حلو وجديد. طبعا عايزة اقول لكم بقى لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو، بالله عليكم كده تعملوا لي لايك وكومنت حلو منكم زيكم، وتنزلوا تحت كده تثبتوا حضوركم وتثبتوا وجودكم معايا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة واتم السلام في الكومنتات كده تحت. طبعا بحط التكيات بقى دي جنب الحيطة، عشان ابني بينام معايا، فالبرد ما ينفعش يجي عليه. ودخلت بقى الفرش اللي هو البطانية اللي كانت بره،
وكمان جبت التكات دي، جبت لها الفرش بتاعها وحطيته كده، لبسته لها يعني، وحطيت الدبدوب ده عشان حسام. وكده اكون خلصت بقى شكل الفرش بتاع الأوضة. طبعا الاباجورة دي اتكسرت في ايدي وانا بعملها كده، بس مش مشكلة، هنصلبها عمال ان شاء الله ما نجيب حاجات احدث واجدد. مكانش فاضل بقى غير التسريحة، قلت برضو ايه ألمعها بالمرة كده بنفس برضو المعطر، وبس ده بقى حطيت عليه شوية اريال عشان الازاز يلمع معايا كده ويبقى شكله حلو. المهم بقى غسلته كده غسلة حلوة، وجبت المساحة ونزلت كل المية اللي موجودة عليه. وعايزة اقول لكم بقى ان انا بحبكم جدا جدا في الله، ولو لسه بتتفرجي عليا لحد دلوقتي وما عملتليش لايك، مش طالبة منك غير انك تدعميني بلايك وبكلمة حلوة كده، وتدعيلي دعوة حلوة من القلب. ربنا يصلح حالي وحالك وحال أمة سيدنا محمد، ويا رب يدخل علينا رمضان كده بالخير والفرح والأمل، ودايما يبعد عننا عين كل حد حاقد وحاسد. عشان عايزة اقول لكم ان العين دي بتدخل القبر، وفي ناس كتير بتبصلك في حياتك، وانت حتى ربنا اللي اعلم بيك، يعني متعرفوش هما بيبصلك على ايه. فالحمد لله دايما كده نشكر ربنا على كل حال. وعايزه اقول لكم بقى من الفيديو ده للفيديو اللي جاي ان شاء الله، لو كان لنا عمر وهنعمل فيديوهات تانية مع بعض، عايزه اقول لكم هتوحشوني كتير كتير. طبعا لمعت التسريحه بقى والادراج كانت نظيفه، خرجت شويه حاجات بسيطه قوي كانوا موجودين، يعني اللي هي الحاجات البسيطه اللي انا هستعملها، زيوت الشعر، الحاجات المرطبه، مش عارفه ايه. وعايزه اقول لكم بقى ده كان شكل الاوضه وشكل التسريحه. طبعا عايزه اقول لكم حتى لمبه الاوضه كانت محروقه اليوم ده، فاللي هو كل حاجه بتبقى بايظه مع بعض. عايزه اقول لكم استنينوا في فيديوهات لو كان لنا عمر ان شاء الله مع بعض. ولحد هنا يكون خلاص خلص الفيديو بتاعي. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.